اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل نوع من انواع تسالي العيد. هنعمل النهارده الترمس البلدي الحلو. هنعمله النهارده، هنجهزه كده للعيد باسهل طريقه وابسط طريقه وفي اسرع وقت هتقدري انك تاكليه. هنعمله ساعه واحده بس وهتقدري ان انتي تاكليه. يلا كده حضري الترمس وتابعي الفيديو بتاعي علشان تقدري تاخدي الطريقه وتحضري الترمس للعيد. يلا بينا. وقبل ما نبدأ الفيديو، لايك وشير سبسكرايب، تابع القناة بتاعتي علشان يوصلك مني اي حاجة انا بنزلها. هند سليم. اول حاجة انا حضرت كده الترمس بتاعي. معايا هنا حوالي كيلو من الترمس البلدي الحلو. هجيبه كده، هحطه، هنقيه الاول من اي حصى او حاجات صغيرة كده بتبقى فيه. هغسله كويس كام غسلة كده، وبعدين اصفيه، وبعدين احطه في بولة زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده اهو. انا شطفته كذا شطفه ونقيته الاول علشان ما يبقاش فيه اي حصى او زلط او حاجات صغيره من اللي بتبقى موجوده فيه، او اي تراب، لان هو بيبقى عند العطار او في اي محل بيبقى ايه في شوال كده وبيبقى عريان. بعد كده حطيته في البوله زي ما احنا شايفين كده، وحطيت الميه فيه، يعني غطيته بالميه، وبعدين غطيته كده بطبق وسبته حوالي 3 ساعات لحد الميه ايه ما اتخللت كده جواه، وتحسي ان ايه الترمسيه بقت معاكي شوربه ميه يعني ايه، بس لسه ما نفشتش معايا. بعدين اجيب كده الترمس بتاعي، حطيته كده في الحله، وجبت كمان ميه كمان وزودت الحله بيه وغطيت الميه لفوق، لاني لما بحطه على النار الترمس معايا هيزيد. هاخد الحلة كده زي ما هي، هحطها على النار. اول حاجة هحطه على نار عالية. اول ما ياخد غلوة هدي عليه النار تماما. بياخد كده معايا على النار حوالي من ساعة لساعة وربع. هنا كده بعد ما خلصته طفيت النار عليه وسبته لحد ما يبرد. سيبيه في المية بتاعته لحد ما تبرد تماما، وبعد ما المية تبرد صفيه من عليه. انا هنا صفيته وبعدين شطفته كويس، وبعدين حطيته في مصفى لحد ما المية تصفى معايا تماما. الترمسية هنا شربت المية كلها، وبعدين تضغطي على الترمسية كده، تختبريها تشوفيها. لو ايدك دخلت جواها كده هتلاقيها انها استوت. خلاص كده يبقى الترمس كده اخد مدة الغليان الكافية. هنا بقى هنحضر المحلول اللي احنا هنحط فيه الترمس او الدقة معايا. هجيب كده العلبة اللي انا هملح فيها، وبعدين احطها. حطيت فيها معلقة كبيرة من الملح، معلقة من البابريكا، معلقة من الشطة، ومعلقة من الكمون. حط كده، هزود نص العلبة، هزود نصها مية، وبعدين اقلب كويس، وبعدين ابدأ ان انا ايه احط كمية الترمس معايا. حطينا كده الكمية بالشكل ده اهو كده بالشكل ده، وبعدين هغطي الحلة. لو الترمس كده محتاج مية تاني ممكن تزودي عليه مية. هغطي العلبة كده بالغطا بتاعها، واسيبها كده حوالي ساعة معايا. بعد ساعة هيكون شرب من مية الدقة اللي احنا عملناها. هتقدري تاكلي منه اجمل واحلى ترمس معايا. شايفين بالشكل ده في اسرع وقت وبطريقة بسيطة وسهلة جدا هتقدري ان انتي تحضري الترمس للعيد. استخدمت معايا هنا الترمس البلدي الحلو، يعني مش محتاج ان انا ايه انقعه واغير عليه كل شوية من المية. لو هتعملي ترمس اللي هو المر هتقدري ان انتي تنقعيه كده من بالليل، يعني حوالي 12 ساعة، وبعدين تحضريه في المية. يعني ايه ان انتي تعملي له الدقة والمية وتغيري عليه كل يوم. هنا بقى انا خلصت كده الترمس بتاعي. جميل جدا يا جماعة، جربوه بالطريقة دي في اسرع وابسط طريقة. كل سنة وانتم طيبين. طلع جميل معايا جدا، وتقدري ان انتي تحطي عليه الليمون والكمون وبابريكا وتقدميه كده لضيوفك. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى، لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك، وتابعي الفيديو كده للنهاية علشان تستفيدي منه، وتابعي القناة علشان كل ما انزل فيديو يوصلك مني كومنت جميل
كل سنة وانتم طيبين.